يعني طلعت بتاع لقطة زي ما كنا بنقول. شيكابالا اللي كان عايش دور الفضيلة علينا لما الزمالك اتعاقد مع كوكاكولا راعي رسمي ليهم، طلع وقال لك لا ما ينفعش واخواتنا وازاي نعمل كده وازاي الزمالك يعمل راعي مع كوكاكولا والكلام ده كله، وراح مدخل التيشيرت في الشورت عشان خاطر يبان ان هو عامل مقاطعة لنادي الزمالك او لشركه كوكاكولا اللي هي بقت راعي لنادي الزمالك. دلوقتي واقف بكل فخر ان هو ماسك الشعار عادي وبيشرب وبيبوس عادي، يعني قشطه مشي الدنيا يا بريد. دولارات المره دي كتير وقشطه دخلت البنك ومشي الدنيا. نبيع المبدا اللي هو من الاساس مش موجود اصلا. طول عمري بقول عليك لعيب لقطه وماشي ورا اي فلوس وخلاص، عشان كده لما ادوك دولارات جريت ورا الشعار وتشرب منه عادي. طب واخواتك؟ طب والتيشيرت اللي انت دخلته في الشورت راح فين؟ معلش نسيت ان انت اعتزلت خلاص وما عادش وراك جمهور بيصدق اي حاجه. يا عم ده انت اتعملت اسطوره من اللا شيء، اسطوره لا كسب دوري ابطال ولا عمل اي فارق مع منتخب بلاده وسموه اسطوره، والكينج راح والكينج رجع. ده حتى في الاخر اترميت من النادي اللي عملك اسطوره علشان بقيت فاشل وبقيت عالي عليهم، واترميت من المدير الرياضي اللي جه مسك جديد وقال لك انا مش عايزك معايا علشان سنك بقى كبير وان انت عامل مشاكل في اوضه اللبس وان انت بقيت عالة على الفريق وان انت بتضر الفريق اكتر من ان انت بتساعد الفريق. كفايه لقطه يا شيكا لقطه.